اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. طبعا في الفيديو ده يا جماعه هنشوف اسعار الطماطم، طبعا سعرها انخفض، وهنشوف اسعار الطماطم المخوصه، وهنشوف اسعار البطاطس بانواعها، واسعار البصل ان شاء الله بانواعه، وهنشوف اسعار التوم. فتابعوا معايا الفيديو للنهايه علشان تعرف الاسعار وتستفاد وتفيد غيرك. تفيد غيرك ازاي؟ انك تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو. اللايك والاشتراك طبعا بيرفعوا الفيديو، بيخلي الفيديو يوصل لغيرك علشان نفيد المزارع ونفيد التاجر ويعرفوا طبعا الاسعار. قلنا الهدف قبل كده يا جماعه من نشر الفيديوهات ان احنا نفيد المزارع ونفيد التاجر. فعلشان تستفاد ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه. طيب اسعار البطاطس يا جماعه، البطاطس اللي هي الكارة التلاجات يا جماعة فيها 8 جنيه 8 جنيه ونص حسب الجودة. طبعا في السبونتا النوال يا جماعة فيها لحد 10 جنيه و11 جنيه في البطاطس. في بقى بطاطس فرزة يا جماعة فيها 3 جنيه ونص 4 جنيه، ولكن دي بتبقى فرزة، تمام، يعني جودتها أقل جودة يعتبر في سوق العبور في البطاطس. طبعا أسعار البطاطس مرتفعة. في بقى بطاطس 9 جنيه و8 جنيه ونص حسب الجودة وحسب نوع البطاطس. الطماطم المخوصة اللي انت شايفها قدامك دي طبعا دي يا جماعة فيها لحد 130 جنيه 135 جنيه للعداية. طيب اسعار الطماطم انخفضت بعد ما كان فيها 200 جنيه للعداية و190 جنيه. النهارده انضف طماطم في سوق العبور يا جماعة طبعا فيها لحد 180 جنيه، اعلى جودة في الطماطم 180 جنيه. اقل حاجة في الطماطم في لحد 130 جنيه، وفي 150 بقى، وفي 140. يعني كل الاسعار موجودة وحسب جودة الزرع اللي قدامك. هتلاقي طبعا ممكن تلاقي طماطم اقل من 130 ولكن بتبقى جودتها تعبانة خالص. طيب نشوف بقى اسعار البصل واسعار التوم. البصل يا جماعة طبعا كان ريح الفترة اللي مضت، ولكن ابتدى ان هو يشد تاني لحد دلوقتي. في بصل يا جماعة احمر من 14 جنيه ونص لحد 15 جنيه و15 جنيه ونص، يعني التوب اعلى جودة 15 جنيه ونص في البصل الاحمر. البصل الابيض فيه لحد 15 جنيه. طبعا في بصل يا جماعه اللي هو الكشري الفار يا جماعه فيه لحد 16 جنيه، اللي هو البصل الكشري الفار، وفي لحد 16 ونص، بعض التجار بتقول 16 ونص. طيب الناس اللي بتسأل لحد دلوقتي، الناس اللي بتسأل برضو لازالت بتسأل على ليه البصل سعره مرتفع. قلنا يا جماعة ان السنة دي المساحة المزروعة قليلة، الناس خافت تزرع من السنة اللي مضت لما كان سعره منخفض، وحاليا الزرع قليل فالعرض قليل، فعلشان كده اسعاره مرتفعة. اسعار الخضار يا جماعة مبنية على كمية العرض والطلب وحسب الجودة. طيب اسعار التوم قلنا كان فيه ركود يا جماعة، يعني كان مفيش حركة في البيع للتوم. ابتدت يعني يبقى في حركة واسعار تتحرك شوية، في من 17 جنيه لحد 18 جنيه في التوم يا جماعة، اللي هو التوم بعرشه. طيب في توم روز بس يا جماعة في لحد 20 جنيه، في 22 جنيه 23 جنيه، كل حاجة حسب جودتها يا جماعة. وخلي بالك الاسعار بتتغير من لحظة للتانية، من يوم للتاني، فاحنا علشان كده بنطلع لك فيديو كل يوم بالاسعار، علشان حتى لو مستقرة برضو بنطلع فيديو ونقول لك الاسعار الموجودة اليوم في سوق